السلام عليكم. ماذا قال الإعلام الجزائري والمصري والفيفا والكاف بعد فوز المنتخب المغربي على المنتخب الأرجنتيني في أولمبياد باريس ويهاجمون الحكم السويدي؟ شاهد ماذا قالوا. ولكن في البداية ما ننساش نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد الانتصار التاريخي للمنتخب المغربي على المنتخب الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي شهدت جدل تحكيمي على أوسع نطاق من جانب الحكم السويدي وحكام الفار أيضا، فقد صرح أسطورة المنتخب الجزائري علي بن شيخ وأدلى بتصريحات نقلتها قناة الهداف الجزائرية وقال: أنا لم أشاهد في حياتي فجر تحكيمي مثل ما شاهدت في مباراة المنتخب المغربي مع المنتخب الأرجنتيني، فالحكم السويدي فعل كل ما يمكن فعله من أجل هزيمة المنتخب المغربي في هذه المباراة، وأضاف شوطا إضافيا تعدى 18 دقيقة، كل هذا من أجل أن يتعادل المنتخب الأرجنتيني مع المنتخب المغربي، ولكن نزلت عدالة السماء لكي ينتصر المنتخب المغربي في النهاية، رغم أن هذا الحكم السويدي الحاقد والكاره للعرب والمسلمين فعل كل شيء. وأنا بصفتي جزائري محب للمغرب والله انهمرت من البكاء بعد انتهاء هذه المباراة وانتصار المنتخب المغربي على المنتخب الأرجنتيني، لأن التعادل صراحة كانت ستكون نتيجة ظالمة جدا على المنتخب المغربي. وأيضا صرح أسطورة التدريب المصرية حسن شحاتة وأدلى بتصريحات لإذاعة الشباب والرياضة المصرية وقال: المنتخب المغربي كان هو الأحق بالفعل بالفوز على المنتخب الأرجنتيني الذي لم نشاهده في هذه المباراة إطلاقا، فالمنتخب المغربي بفضل حكيمي وسفيان رحيمي وأيضا بقية اللاعبين وحارس المرمى أيضا اللي تألق في هذه المباراة استطاعوا الإطاحة بالمنتخب الأرجنتيني الذي يعد من أبرز المرشحين للفوز بالميدالية الذهبية في هذه البطولة. ولكن أكثر ما أغضبني في هذه المباراة هو الحكم السويدي العنصري والحاقد على العرب والمسلمين والمغرب. فلماذا ظلم المغرب في هذه البطولة ودائما يظلم في البطولات الكبرى؟ المغرب يتعرض لمؤامرات كبرى مثل ما تعرض له في كأس العالم في قطر لمؤامرة كبيرة حقيرة من منتخب البرازيل والنرويج عندما تآمروا على المنتخب المغربي وأطاحوا به من كأس العالم بعد مؤامرة حقيرة، وأكيد كلنا بنتذكرها لما أطاحوا بالمنتخب المغربي من نصف النهائي أمام المنتخب الفرنسي بفضل ما فعله الحكم المكسيكي المرتشي سيزار راموس. ولكن رغم كل هذا فاز المنتخب المغربي رغم أنه طبعا عمل كل حاجة، لكن كان ضده الحكم السويدي، وأنا بتوقع أن المنتخب المغربي سيفوز بالميدالية الذهبية في هذه الأولمبياد. وأيضا دخل على الخط رئيس الفيفا أنفانتينو وأدلى بتصريحات نقلتها شبكة لوزرن السويسرية وقال: مبروك للمنتخب المغربي الفوز على المنتخب الأرجنتيني، وبرغم ما شهدته هذه المباراة من جدلا تحكيميا من جانب الحكم السويدي وحكام الفار، إلا أن المنتخب المغربي استطاع الفوز بالنهاية وهو يستحق ذلك، يستحق الحصول على 3 نقاط. فأنا شاهدت جميع مباريات الدور الأول، ولكن المنتخب المغربي صراحة هو الذي أقنعني هذه البطولة وفاز على التانجو الأرجنتينية، وتوقع أنه سيذهب بعيدا في هذه الأولمبياد. وأيضا علق رئيس الكاف متسبي وأدلى بتصريحات نقلتها شبكة إفريقيا سبورت وقال: أنا حزين للغاية بسبب ما فعله الحكم السويسري في حق المنتخب المغربي، فدائما القارة الأفريقية تعامل بعنصرية من جانب الحكام الأوروبيين والمسؤولين الأوروبيين أيضا، كل هذا لأننا أفارقة، ويجب على اللجنة الأولمبية أن تحقق مع هذا الحكم الفاسد الكاره للقارة الإفريقية، وإنها تحيله وتنهيه تماما للتحقيقات، وإنه ما يلعبش أي مباراة ولا يحكم مرة أخرى لأنه عار على أسرة التحكيم. وأتمنى من المنتخب المغربي الاستمرار على هذا النهج لكي يتوج بالميدالية الذهبية التي غابت عن القارة الإفريقية منذ فترة طويلة.